اول مره تشوفونا ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل بتاعكم. هو الكومنت ده هو اللي بيشجعنا دايما. عارف انت الطماطم المتبله الجميله دي هنعملها بطريقه في دقيقتين بالظبط. اول حاجه هقول لك على مكونات الطماطم المتبله. اول حاجه هنجيب الطماطم، وهنجيب بقدونس، وهنجيب فلفل حسب بقى، ممكن فلفل اخضر او فلفل احمر. هنجيب بصلايه، وهنجيب ليمونتين، طبعا خل، نص كوبايه ميه، زيت، ملح وشطه وكمون وفلفل اسود. زي ما انت شايف كده قطعنا. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت الطماطم شرايح. ايه ده، شكل هنجح ولا ايه؟ بقدونس طبعا الكميه حسب اختيارك انت وظفها مع كميه الطماطم. تعرفوا تفرقوا ما بين البقدونس والكزبره ولا لا؟ انا عن نفسي بفرقها، الفرق ما بين الكزبره والبقدونس بالجذر بتاعها. اللي ليها جذر دي الكزبره، اللي ملهاش جذر دي البقدونس. تاني حاجه الفلفل زي ما انتم شايفين كده، قطعنا الفلفل ننزل عليه في البوله بتاعت البقدونس زي ما انت شايف كده. هختبر قدامكم البصل، انا هنبدأ بسرعه اساسا، يعني شكلي هنجح ولا ايه؟ احنا بشرنا البصل، هننزل بالبصل على البقدونس والفلفل. كده هننزل بكام فص توم، يعني توم كده، وهنقلب. كمان معانا ليمونتين، معانا الليمون اهو هنعصره. تمام. هننزل بعد كده بشويه خل، وهننزل بشويه ميه قليلين، يعني قد ربع كوبايه كده. وهننزل بزيت زيتون لو عندك، او زيت عادي زي ما تحب، ده حاجه بالزيت. ننزل بالملح، الكمون، بس انا ما افضلش انك تزود الكمون عشان ما يمررش. يعني ننزل كمان بالشطه، والشطه دي اختياري، يعني حسب انت حابب تنزل شطه ولا لا، تحط شطه ولا لا. وهننزل اخر حاجه عندي بالفلفل الاسود. ادي الفلفل الاسود. هنقلب كل الكميه دي في بعضيها زي ما انتم شايفين اهو. دي كده الخلطه الجميله اللي تستاهل بقك تاكلها مع اي اكله حرشه. سلام، تحل كده بالطماطم المتبله، حاجه جميله. طبعا استاذنت الشيف نرمين ان انا اعمل القصه دي، كانت هي مصممه، بس قلت لها لا، انا نفسي ادخل المطبخ وايه واعمل اي حاجه النهارده. فعجبتني فكره الطماطم المتبله، وسهله جدا وحاجتها كلها موجوده يعني. اخر خطوه معانا بقى في الفيديو دي، اخر خطوه. بصوا بقى، هننزل بقى بالطماطم على الحبشتكنات اللي احنا عملناها دي، على كل الخلطه اللي احنا عملناها دي. ننزل بالطماطم على الخلطه اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين كده. سلام السلام. بصوا بقى كده، تقلب الايه، الخلطه دي كده. بصوا بقى، شايفين الطبق الجميل ده؟